ايام قليله بتفصلنا عن اعلان نتيجه الفايز في الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024. حتى لو المؤشرات الاوليه بتظهر تفوق واحد من المرشحين، الا اننا هنفضل مستنيين النتيجه النهائيه من الهيئه الوطنيه للانتخابات، لانها الجهه الوحيده المسؤوله عن ده. وده هيحصل ان شاء الله يوم 18 ديسمبر، وهنشوف لو كان في حد حسم الانتخابات من الجوله الاولى ولا في جوله اعاده. مشهد الانتخابات الرئاسيه كان حقيقي مشهد مشرف جدا، وشفنا 4 رجاله محترمين وهم الرئيس الحالي للبلد، و3 رؤساء احزاب محترمين ولهم تاريخ سياسي كبير. الانتخابات دي والاسماء اللي كانت موجوده فيها بتاكد انها ما كانتش مسرحيه، ولكنها كانت سباق في حب مصر والخدمه مصر. 4 رجاله محترمين اتنافسوا بشرف وامانه ونزاهه علشان خدمه بلدهم، وفي الاخر الصندوق هو اللي هيحكم. واحب اقول لكم ان الانتخابات دي ما كانتش هتخرج بالشكل ده، ولا هيشارك فيها كل الناس دول، ولا هينزل فيها 4 مرشحين لولا الحوار الوطني اللي انا شخصيا بعتبره من اهم الحاجات اللي حصلت في مصر في اخر كام سنه. حوار كان حقيقي وجمع اطياف الشعب المصري المختلفه، وكل الناس شاركوا فيه علشان يزيلوا الخلافات ويبداوا مرحله جديده بطلتها مصر، والكل اتفق على اعلاء كلمه مصر والعمل على تقدمها. وطبعا التقدم والنجاح ما كانوش هيحصلوا من غير ما نتكلم ونسمع بعض. ولما الاحزاب السياسيه شافت اللي حصل في مصر وان الموضوع بجد، الناس اتشجعوا اكتر، وشفنا 3 احزاب كبار رؤسائهم اترشحوا قدام الرئيس الحالي، ومحدش فيهم قال ان الموضوع محسوم او مسرحيه، لكنهم كانوا عارفين انها منافسه شريفه باشراف قضائي كامل لضمان نزاهتها. سلام.